قد تصبح شجرة أرجان يوما ما أهم من شجرة الزيتون، فلقد بات الزيت المستخرج من أغصانها منافسا قويا لزيت الزيتون. فعلاوة على فوائده الغذائية، يستخدم هذا الزيت في عمليات التجميل وكذلك في الأغراض الطبية. تنمو الشجرة في المناطق شبه الصحراوية، حيث تقاوم الحرارة والجفاف وفقر التربة. وتنمو هذه الشجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي صويرة وأكادير الواقعتين جنوب المغرب، على مساحة تقدر ب800 ألف هكتار. ويبلغ عدد أشجار أرجان في المغرب 21 مليون شجرة. وبهذه المناسبة تنوجه النداء ديالي لوزارة الفلاحة ووكالة تنمية الأركان ومندوبية السامية للمياه والغابات باش يهتموا بهذا القطاع أكثر وأكثر، راه محتاجهم. وبات الزيت المستخرج من بذور هذه الشجرة سلعة رائجة يتهافت عليها التجار، فسعره يعادل 10 أضعاف سعر زيت الزيتون، بيد أن الخبراء يقولون إن صناعته تحتاج إلى التحديث والاهتمام من قبل الحكومة إذا ما أرادت أن تدر منه دخلا كبيرا لسكان المنطقة. فالكثيرون يعتقدون أنه لو تم الترويج لهذا الزيت وتسويقه جيدا في الخارج لأحدث الكثير من فرص العمل ولأصبح مصدرا لجلب العملة الصعبة. يستخدم هؤلاء العمال أدوات تقليدية لفصل البذور عن القشرة الخارجية، ثم يقومون بطحنها لاستخراج هذا المعجون السميك الذي يستخلص منه زيت أرجان. ويحتاج هؤلاء العمال إلى 20 ساعة لإنتاج لتر واحد من الزيت الذي يستخدم في الطهي، ويعتقد أن له فوائد طبية مثل خفض نسبة الكوليسترول وتنشيط الدورة الدموية، فضلا عن تقوية مناعة الجسم الطبيعية. ونظرا لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات الرئيسية، يستخدم زيت أرجان في مواد التجميل وصناعة بعض الأدوية. سيدة الأعمال نادية رحام أسست شركة تعاونية في الصويرة لبيع منتجات تشمل مزيجا من زيت أرجان ومواد طبيعية أخرى تفضل الاحتفاظ بأسرارها. مادة الأرجان معروفة منذ القدم، إلا أنها خلال السنوات الأخيرة أصبحت تستعمل بكثرة كمادة تجميلية، لدرجة في تعاونيتي هذه توصلت إلى اختراع قناع طبيعي يعتمد على زيت أرجان وباقي المكونات الطبيعية التي أحتفظ بها لنفسي. بما يميز هذه المادة أنها طبيعية 100% وليس لها أي انعكاسات على صحة الإنسان. وغير بعيد عن الصويرة، أقيم مؤخرا في مدينة أكادير منتجع صحي تعرض فيه خدمات تدليك بزيت أرجان. وبمزيد من التحديث لعملية صناعته وتسويقه، قد يصبح هذا الذهب السائل كما يطلقون عليه منجما لا ينضب في المغرب. محمد السيد، BBC.